ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. النهارده ان شاء الله نعمله مع بعض طريقه حلوه قوي للحواوشي اللي هو الاسكندراني، مع سلطه بنجر حلوه قوي هتعجبكم. هنا هنستعمله معانا كيلو لحمه مفروم. طبعا انتوا عارفين البصل، واحنا بنحط بقى المقادير على بعض هقول لكم ايه مكوناتنا ايه. هنا معانا كيلو لحمه، يبقى معانا نص بصل على طول. انا بحب اعمل البصل بتاعي في الكبه مع الفلفل كده الالوان كله مع بعضه، اخضر بقى فلفل اصفر احمر مفيش، حطوا اخضر بس. تمام. انا بحب احط الخلطه كلها على بعض، وحطيت هنا فيه ملح وحطيت فلفل اسمر. تمام. اول حاجه هعملها ايه؟ اخد كده الملح مع البصل مع كله، لسه ما حطيتش اي حاجه، اللي هو ملح ملح وفلفل والبصل بس. تمام. هناخده نديله ايه زي عصره، اللي هو نتعافوا كله ايه، الملح مع الفلفل مع كله مع البصل عشان ننزل ميه ايه البصل قبل ما نحط اللحمه. تمام. بصوا كده ريحه البصل ايه تحفه، بتخلي الواحد يدمع. بصوا كده انا عصرته كويس. بصوا ننزل ميته خالص. تمام. هنيجي نحط هنا ايه بقى، واحده واحده مع بعض. هنيجي نحط هنا معانا واحده ملقه. تمام. معانا بصوا هنا في هنا معايا مكعبين زبده. عايزين تحطوا زيت بصوا جربوا الطريقه دي، ملهاش حل. مش انا هحط حته مكعب زبده تاني صغير اهو، عشان ايه المكعبات انا مقطعاها صغير. تمام. هنحط هنا شويه قرفه. انا كان معايا معلقه مش عارفه حطيتها فين اهي. هنحط شويه قرفه صغيره. بصوا مش كتير، لحمه مفرومه معروفه تبقى قرفه. تمام. هنحط شويه صغيره. هنيجي نحطه هنا معايا هنا 7 بهارات، هنحط برضو هنا حبه صغيره، وهنحطه برضو زي نص معلقه بيكنج باودر عشان تدي ايه، تخلي اللحمه كده يعني ما تبقاش مكتومه. تمام. نحط كمان حبه عشان ده كيلو لحمه. هنيجي برضو في كل المكونات الحلوه دي مع بعض هندي كده تقريبا عشان ندخلوهم ايه في بعض. بصوا كده. عايزين على فكره بدل الزبده عايزين تحطوا زيت، مفيش مشكله خالص. هنا معانا شويه كام طماطمايه كده، بصوا بالميه بتاعتها هنحطوها. هنحط هنا شويه بقدونس، يعني تقريبا زي حزمه كده اهوت. انا بصراحه النهارده ما جبتها الحزمه كانت حلوه قوي، كانت كبيره يعني. انا بجيب على طول ال3 حزم، يعني 3 أو 4 بحزمه واحده تحسهم فاضيين. النهارده لا، كانت الحزمه بسم الله ما شاء الله يعني. بصوا كده. بصوا اصلا الخلطه قبل اللحمه تحفه. الريحه بقى كده ميه البصل طلعت. بصوا مش عايزه اقول لكم وحياه ربنا. بصوا كده انا عايزه اوريكم بس. بصوا الجمال كده. هنيجوا بقى ايه نحط بقى ايه اللحمه. بصوا بس ندوب اللي هي المرقه بس كده. في ناس تعمل اللحمه عادي بالبصل، يعني انا بصوا انا ما بشتروش من بره بصراحه، انا بعمله سواء بالعجين او بالكده، يعني بالعيش اللي عندي عادي. في مره كده كنت مزنوقه قوي فحبيت ان انا اجيبه. لقيت الراجل بيحط اللحمه عادي وعليه شويه طماطم وشويه بصل من غير طماطم، وحط عليها شويه بصل وخضره وبتاع وجبنات والكلام ده كله. وحياه ربنا وجايبين لي محل يعني محل كبير كمان. بصوا حياه ربنا من ليه طعم. انا بقى بعمل ده ما اقولكوش بقى، الريحه اصلا تبقى ضاربه قبل ما اعمله قبل ما اسويه.
هنا هنحط اللحمه معانا. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بصوا كده اللحمه كلها. هتيجي بقى نعمله ايه؟ هنيجي بقى نعمله في اللحمه كده. بصوا نقعد ايه، ندعكه كده فيها لغايه ما نخلي كل الحاجات متجانسه مع بعض. تمام. هنقعد انا ادعك فيها، واول ما اخلصها اوريها لكم على طول. بصوا يا حبايبي اللحمه اهي خلصتها. بسم الله ما شاء الله تحفه، يعني بجد مش عايزه اقول لكم الريحه. بصوا بقى نسيبوها كده شويه مع بعض، يعني ايه زي كده زي ما هي في التتبيله. هنيجي بقى احنا دلوقتي نعمل ايه؟ انا سلقه بنجر. استنى بس البس اللي هو ده عشان ايدي ما تحمرش. سلقه بنجر، ومعايا طبعا خل وزيت وديت ميه بنجر. طبعا انا غسلاه كويس وكله، فحطيت عشان هستعمل الميه بتاعته. هنا بصوا غسلته وقشرته. تمام. هنيجي بقى نخرطوه. هتخرطيه ازاي؟ هقول لكم نخرطوه الاول، وبعد كده ايه نعمله بقى ايه نشوف هنحطه عليه ايه. تمام. بس مع بعض كده. بصوا بقى طبعا انتوا هنا البنجرايه اهي. بصوا هتشوفوا هنا بسم الله الرحمن الرحيم. هو البنجر ده على فكره حلو قوي، او اسمه شمندر. بصوا كده مثلا ايه. بصوا مربعات. استنى الحته دي عشان مش حلوه، مش حلوه خالص. بصوا كده بتقطع كده ايه مربعات. بصوا عايزين طبعا تصغروه براحتكم، بس هو كده الحجم ده حلو. بصوا كده. وما ينفعش تعملوا البنجر وهو يعني خلاص سقع، لازم هو طالع من النار عشان ما يجلدش. تمام. بصوا كده. والبنجر دلوقتي على فكره مال السوق وحلو قوي في الوقت ده عشان الولاد، وعشان اللي هما ايه انيميا والكلام ده كله. هو تحفه وبينزل الضغط كمان، يعني اللي عندهم ضغط عالي ياكلوا بنجر تحفه. بصوا كده. انا بقى عشان ضغطي واطي فما بحبوش، ما بحبش البنجر خالص. انا عندي ولادي وجوزي بيحبوه. تمام. بصوا استنى الاول ننقل الحاجات دي هنا عشان اقطع الباقي. فلا انا ما بحبش انا اكل اي سلطه احبها قوي الا سلطه البنجر. حتى لو طلعنا مثلا اكلنا بره ولا حاجه لا خالص بيحطوها لا. بصوا كده. على فكره حلو، حاولوا جيبوه. بصوا انا جايباه النهارده من السوق. انا جايباه النهارده على فكره، نزلت والدنيا عماله تشي. كان الجو بره فظيع. عارفين بقى وانتوا بتمشوا كده والشتا نزل عليكم. جايباه النهارده الكيلو عامل 10 جنيه. هو طبعا هو غلا لان كان ارخص من كده، بس الحمد لله يعني الحمد لله. فانتوا حاولوا والله جيبوا للولاد، ما تجيبوش كتير بس حاولوا دخلوه في الاكلات بتاعه الولاد كده اهوت، اللي هم ايه يعني حطوه سلطه لو ولادكم بيحبوه، لكن لو ولادكم ما بيحبوش خلاص. تمام. بصوا بقى كده هي ايه سلطه البنجر اهي. تمام. استنى نحط ده هنا بس في النبات والحاجات دي. مع ان هنا ايه طبق اهوت زي ما انتم شايفين هنحط فيه. انا هنا مخرطه هنا 4 أو 5 فصوص توم. 5 فصوص توم. تمام. معمولهم كده في البتاعه بتاعت التوم. معانا هنا ليمونه. لا استنوا بقى انا هشيل دول عشان انا مش عارفه استعمل ايه بايدي. معانا هنا ليمونه. بصوا هنيجي نعصروها ليمونه كامله. تمام. بس هنحط البذره دي هنا هتنزل.
شايفين كده. هنيجي هنا بصوا، طبعا نيجي نحط ملح الاول، يعني حاولوا ايه ما تكتروش بقى ملح لغايه ما تدوقوه، عشان ده انتوا هتحطوا ليمون وهتحطوا خل. انا حطيت شويه صغيره، هنحط شويه خل مش كتير، بصوا زي معلقتين كده اهوت او معلقه كبيره الاول. وهنحط الميه بتاعت البنجر. بصوا بقى، عندكم زيت زيتون حطوا، عندكم زيت من اللي هو عادي بتاع الاكل العادي حطوا. انا حاطه ايه شويه زيت ذره. تمام. بصوا كده اهو. طبعا انا عامله الحاجات دي على اللي هو نص كيلو. هنيجي نحط بقى البنجر، كل الحاجات الحلوه دي هنحطه ايه هنا. بصوا كده، مش عايزه اقول لكم فظيع. بص عامل ازاي. ده بقى يتحط كده اهو في قلب الميه كده بتاعته، والملح والكله بتاعه يعني، وتغطى عليه. وساعة الاكل بصوا مش عايزه اقول لكم، لا مش انا يعني، انا ما دقتهوش بس من الولادي بقى وجوزي، لا فظيع. تمام. فخليه بقى كده اهوت وانا خلصته. تمام. بصوا قبل ما اعمله هنحط عليه شويه بقدونس، هنجيب البقدونس وارجع لكم على طول. بصوا يا حبايبي اهو جبنا البقدونس اهو، طبعا انا ايه غسلاه وكله، فايه اقطعها لكم بقى كده رفيع، كام حاجه كده بسيطه يعني مش كتير، بس البقدونس بيدي ريحه حلوه قوي. بصوا حطوه كده، هناخدوه كده اهو، هنحطوه ايه بصوا كده. ايه رأيكم بقى كده؟ ايه رأيكم؟ ده عسل. بصوا. فايه كده خلصت سلطة البنجر. بصوا بقى هنعمل بقى الدنيا الكركبة اللي انا عملتها ديت، عشان انا ما بعرفش اشتغل خالص والدنيا حواليا مكركبة. اخلص وكله كده ونيجي بقى مع بعض نحشو العيش، نشوف هنحشوه ازاي. تمام. بصوا يا حبايبي، جبنا هنا اهو عيش. بصوا العيش ده دلوقتي ده تلاقوه في كل يعني اي فرن عنده العيش ده. تمام. وجبت انا صاجه حضرتها ودهنتها بس كده بزيت خفيف. هنجيبه بقى اللحمه بتاعتنا. بصوا هنجيبه بقى حته كده، انا مش هفتح العيش ولا حاجه. تمام. هنيجي كده اللحمه، هنيجي بصوا كده اهوت. بصوا كده بالمنظر ده. بصوا كده كده اهو. بصوا سهله قوي، هتيجي تحطوه. خلاص ملينا الحشو اللي احنا عايزينه. بصوا بس نبططوا عليه كده، وهنروح جايبين بصوا العيش كده اهو. طريقه حلوه قوي وسهله. شايفين؟ بس اهو. بصوا والعيش مليان وزي الفل. هتيجي نحطوه ايه كده اهو في الصاجه. تمام. هنيجي نجيب لكم واحد تاني. وعلى فكره لو اللحمه نفترض لو اللحمه زادت، على فكره بتبقى بالحشو. لو قعدت مثلا بكره عايزين تعملوا عيش طازه وكده اهوت، هتبقى بصراحه تحفه. يعني انا هنعمل على قد النهارده، وبكره ابقى اعمل تاني. عندي الحشوه جاهزه وكله، هعمله على طول وادخله الفرن. بصوا كده اهوت. ايه رايكم كده؟ تمام. بصوا انا بحب ايه عشان يبقى العيش كله قد بعضه. بصوا كده اهو. هنيجي نجيب العيش ده كده وايه
ونبطط برضو عليه كده. بصوا كده تمام. اوريكم واحد تاني، اهو. هي سهله على فكره وكلكم هتعرفوا تعملوه، بس ايه اهم حاجه يعني الحشو زي انتوا عايزينه، بس اهم حاجه الخلطه. والله العظيم لو عملتوا طريقه اللحمه باللي انا بعمله دوت وحياه ربنا تحفه. وبصي ضربتي البصل في الكبه، مش خلاط، كبه اللي هي تقطعهولك حتت مع الفلفل والطماطم. لا الطماطم انا مخرطاها بصراحه، وشويه بقدونس، وحطوا حته كيكات الزبده ديت او شويه الزيت، فظيعه. بصوا كده تمام كده اهوت زي الفل. بصوا وهتجيبوا العيش ده بدل ما تفتحوه يتقطع منكم اهو. تمام كده اهو زي الفل. خلاص هكمل انا بقى الباقي ده كله واخلصه ان شاء الله واوريه لكم. حبيبي خلصت الكميه اهي كلها. شلت طبعا اللحمه مفرومه، شلتها في التلاجة بقى في الفريزر، قلت لو هم عايزين بكره اعمل لهم. طبعا الانصص دول عشان بناتي، كل بنت فيهم قالت لي يا مامي انا عايزه نص واحد مش الرغيف متني، لا ده كفايه علينا قوي دوت، فرحت عامله لهم وخلاص على كده اهو. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ بصوا دوت خلاص كده هدخله بقى الفرن، مولعه الفرن هدخله الفرن، وحسب بقى ما يتحمر يعني هو بيقعد ربع ساعه تلت ساعه حسب درجه الحمار او النشفان اللي انتوا عايزينها. ممكن تعملوه على الجريل عادي لو انتوا عايزينه على الجريل كده تقلبوه، او طاسه على النار براحتكم. انا بحب اعمل كده اهو، ادخله الفرن احلى، بيقرمش ويبقى طعمه احلى. تمام. هدخله الفرن بقى واديله بقى واخليه المنظر بتاعه وشه يتحمر يبقى جميل، واوريكم اول ما يخلص ان شاء الله. بصوا يا حبايبي العيش طلع اهوت، مش عايزه اقول لكم حاجه كده وهم من الاخر، فظيعه فظيع. بصوا السوا بتاعه، استنى انا عايزه اوريكم بس السوا عشان هو سخن. بصوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بصوا الجمال، بصوا العيش تحسوا اللي هو ولا طري ولا ناشف بس متحمر. عايزه افتح لكم واحد بس من النص عشان ايه تشوفوه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو سخن قوي. بصوا كده، ثواني بس هيتقطع مش عارفه امسكه. بصوا الجمال، بصوا الحشو عامل ازاي، والعيش طري يعني انتوا تاكلوا. بصوا الحشو من جوه، بصوا بسم الله ما شاء الله، فظيع فظيع بجد. والخلطه اللي انا عاملاها بجد لو عملتوها والله العظيم مش هتندموا. بصوا سلطه البنجر اهي، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، حاجه كده ايه من الاخر. اتمنى بقى ان انتوا تجربوا وصفتي بخطواتي ونفس الخلطه بتاعتي، واللي يجربها يكتب لي في الكومنتات، واللي مشتركش عندي في القناه يشترك، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.